ممكن الحساب بس يا استاذ، عشان ده ميعاد قفل المطعم. يعني ايه هتقفل المطعم؟ طب انا لسه ما خلصتش، في حاجات كتير هطلبها. بس حضرتك طلبت اكل كتير قوي وخدت وقت، وطلبت شاي، ده حتى حضرتك طلبت 2 شاي مش عارف ليه، وفي طبق قدامك اهو. انت هتحاسبني؟ الله، ما اكل الاكل اللي انا عايزه واطلب اللي انا عايزه. وايه طبق عندك موجود؟ يعني مش فاهم، يعني هيجري ورايا يوم القيامه؟ الله. وايه 2 شاي؟ انا بحب اشرب شاي مع نفسي، عندك مشكله؟ انا ونفسي اهو قدامي اهو. شاي مع نفسك؟ طيب يا فندم، عموما هو الشاي قدامك اهو، لسه ما شربتش منه ولا بق. هات لي شاي تاني. هو حضرتك نقاش؟ في ايه بس؟ طب انا عايز اقابل المدير. انا المدير وصاحب المطعم، امرني. ها؟ طب بصراحه بقى الاكل كان وحش، كان وحش جدا يعني، واللحمه نيه والشوربه ما فيهاش جزر وانا بحبها بالجزر. علشان كده مسحت الاطباق كلها، اتمنى يكون طعم الخزف بتاعنا عجب حضرتك. لا، انا اضطريت اكل عشان كنت جعان، مش عشان الاكل حلو يعني. بقولك ايه، انت معكش فلوس صح؟ لا، الحكايه مش كده. انا معايا فلوس وكل حاجه وخير ربنا كتير. لخص وهات من الاخر، مش معاك فلوس تدفع الحساب صح؟ بصراحه اه. طب ما تقول كده من الصبح يا عم، ما فرهدني معاك ليه؟ ما انا اصلي كنت محرج منك. لا احراج ولا حاجه، الاكل عجبك؟ يهبل. بالهنا والشفا يا سيدي، شرفتنا وانستنا. امشي عادي كده؟ ايوه عادي كده. استنى، معاك عربيه ولا هتروح ازاي؟ هو ده شكل واحد عنده عربيه؟ طب استناني اوصلك في طريقي، انا مروح دلوقتي. معلش، انا عايز اعرف بس انت ازاي واخد الموضوع ببساطه كده؟ انا مش فاهم. والله يا ابني الدنيا اسهل وابسط من كده بكتير، بس احنا اللي مصعبين على نفسنا. تفتكر؟ افتكر جدا طبعا. موقف زي بتاعنا ده، شاب زي الورد زيك، اكل وشرب وانبسط، بس مفيش في جيبه فلوس يدفع الحساب. ايوه. وراجل صاحب مطعم زيي، الملايين اللي عنده في البنوك ما زادتش 400 جنيه. ايه اللي حصل؟ الدنيا خربت. بس والله العظيم ما بنصب عليك، انا كنت فاكر ان لسه فاضل معايا فلوس بعد ما حجزت القاعة، ولسه واخد بالي ان الفلوس خلصت كلها. انت هتتجوز قريب؟ اه، بعد 3 شهور. ربنا يتمم بخير. اهو الجواز ده اكبر اثبات اننا مصعبين اللعب على نفسنا. هي صعبة لوحدها. لا لا، احنا اللي مصعبينها. تقدر تقولي انت بتعمل 100,000 جنيه في كام شهر؟ قلت كام سنة؟ انا مرتبي 3000 جنيه. تمام. انهي منطق بقى في الدنيا بيقول انك تصرفهم في ليلة؟ يعني تعب وشقة 3 سنين يضيعوا في 3 ساعات؟ ازاي بقى؟ دي ليلة العمر، احنا الفرحة قليلة في حياتنا، ما بنصدق نلاقي مناسبة. وماله يا سيدي؟ تعرف انك ب100,000 دول كنت تقدر تقضي 3 شهور دلع، تسافر اي بلد. انت لو رحت شرم والغردقة هتقضي احلى ايام، هيكفوا؟ ويفيضوا كمان. هتنزل في احسن فنادق، هتاكل احسن اكل، هتتفسح احلى فسح، وهتشوف مناظر طبيعية. تنبسط 3 شهور ولا 3 ساعات؟ 3 شهور قصاد 3 ساعات؟ ده مفيش وجه للمقارنة اصلا. ومع ذلك كل الناس تختار تنبسط 3 ساعات، ويا ريتهم بينبسطوا. خبط ورازع، وناس جاية تتعشى على حسابك وتشرب حاجة ساقعة على حسابك وتنام عليك في الآخر. انت هتقولي عليهم؟ والله أنا عن نفسي بقيت مش فاهم حاجة، بنعمل في نفسنا كده ليه معرفش. الغباوة بقت سيئة ليه الله أعلم. اللي قول لي، أنت جايب لعروستك فستان بكام؟ 20,000. عشان يتلبس 4 ساعات وبعدها يترمي في الدولاب للأبد، مع ان المبلغ ده كان ممكن يشتري لها بتاع 15 طقم خروج تلبس فيهم سنتين 3. ولو في السيل يجيبوا اكتر. ودفعت كام بقى للميك اب ارتست؟ 10 بواكي. ده المبلغ ده يشتري لكم مكياجات وبرفانات وبادي لوشنز وشامبوهات تكفيكوا سنة. تفتكر كده احسن، ولا تحط 10,000 جنيه على وشها وتنزلهم في الحوض اخر الليل وشكر الله سعيكم؟ غفر الله ذنبك. طبعا مش هكلمك عن الشقة اللي لازم تكون مفروشة احسن فرش، واكيد معمول فيها اغلى ديكورات.
انا التشطيب بس مكلفني فوق ال200,000 جنيه. ده غير العفش طبعا. من دمياط كله والله، وجايب معاه مشبك كمان. هو طبعا قد ما انت صرفت هي كمان صرفت. ليه واحدة تجيب غسالتين وشاشتين وأطقم سيراميك وجرانيت وقرف على دماغك ودماغها؟ وما كانت بتفور. هي بتعرف تعمل بتفور أصلا؟ لا، بس لازم تجيب مكنة ولا الناس ياكلوا وشنا. لا ياكلوا بتفور. تمام. مفيش مرة ربنا خيرنا بين حاجتين واختارنا السهل أبدا. دايما نحب نصعبها على نفسنا ونرجع نشتكي ونقول الدنيا وحشة. ما جاش في دماغنا ان احنا اللي بهايم. انا جه في دماغي مرة. يعني اتنين زيك انت وخطيبتك عشان تتجوزوا محتاجين مش اقل من 1,5 مليون. شقة وعفش وجهاز وفرح. تقريبا. تتجوزوا ليه بقى لما الحال بقى صعب كده؟ والله ما انا عارف. دلوقتي الشاب لما تعجبه بنت حلوة ويحب يتقدم لها بيفكر في اللي مطلوب منه، فيقولوا على ايه؟ ما نشقطها اسهل. حصل. وهي كمان بتفكر في المطلوب منها فتسيبه يشقطها. لا لا، مش كده، في اخلاق وتربية برضو. ما تصعبوش الامتحان على العيال وترجعوا تعاقبوهم لما يسقطوا. احنا بشر وعندنا احتياجات، لو معرفناش نحققها بالطريق الصح غصب عننا هنمشي في الطريق الغلط. والله كلامك حكم. اتنين جرابيع زيك انت وخطيبتك، لا مؤاخذة يعني، حبيبي ده من ذوقك. لما يصرفوا على جوازتهم 1,5 مليون هيعيشوا مديونين كام سنة بعد الجواز؟ مش اقل من 10 سنين. في ال10 سنين دول هيكون بقى عندهم طفل ملوش اي ذنب، هيكبر ويدخل المدرسة في ظروف صعبة وهيتحرم من حاجات كتير قوي عشان اهله اغبياء. ابني انا هيتبهدل. يتبهدل ويتهان كمان. يا حبيبي يا لؤي. لؤي مين؟ انا وخطيبتي متفقين نسميه لؤي. جاتكوا 60 خيبة، بدل ما تفكروا هتسموه ايه فكروا هتربوه ازاي. بس ارجع واقول لك برضو احنا مخترعناش العجلة يعني، هو ده اللي طلعنا لقيناه قدامنا. اللي كانوا بيعبدوا الاصنام زمان كانوا بيقولوا كده برضو. يعني انت شايف ان انا اعوم عكس التيار؟ ما انت بتعوم مع التيار وغرقان برضو، ما تجرب تعوم عكس التيار. ازاي طيب؟ 1,5 مليون اللي هتصرفوهم على الجوازة دول يفتحوا لكم مشروع محترم تبتدوا بيه حياتكم ويأمن مستقبل ولادكم كمان. ونتجوز ازاي؟ ملط. هتتجوزوا وهتفرحوا عادي جدا بس من غير افوره. انتوا بتصرفوا كل المصاريف دي عشان شكلكم قدام الناس مش عشان انتوا تنبسطوا. صح. يبقى ابو ام الناس ارمي كلامهم ورا ظهرك. هاتلك شقه بالايجار، عفش بسيط ممكن يكون مستعمل عادي بس حالته تكون كويسه، اساسيات الجهاز بس الحاجات اللي هتستعملوها ومفيش غنى عنها. طب والفرح؟ تأجر مركب حلوة كده في النيل انت والحبايب، قرايبك وقرايبها بس الحبايب منهم، طقم ليك وطقم للعروسة ما يعديش 3000 جنيه، وواحد صاحبك موبايله كده كاميرته كويسة يصوركم. بس كده؟ بس كده، وباقي الفلوس اتفسحوا بيها وشوفوا الدنيا واستمتعوا بجد، ما تجروش ورا المناظر الكدابة. بس تفتكر ان هقدر اعمل ده؟ معانا هتقدر. معاكم؟ معاكم مين يعني وفين؟ في مشروع هنتجوز تفلقة، ده مشروع انا اللي اسسته، بتدفع لنا 30,000 جنيه بس وبنجهز لك كل حاجة، شبكة وشقة وعفش وفرح وكله. ايه رأيك تيجي؟ طبعا جاي. انا اجي ونص كمان. بقولك لو معلش هستأذنك يعني طلب اخير هزود عليك يعني، ممكن تلف بينا تاني ونرجع للقاعة عشان اسحب فلوسي منها؟ من عناية يا حبيبي. تمام، هروح اسحب فلوس القاعة وادي لك الفلوس عشان المشروع بتاع سفلقة، نتجوز سفلقة. تمام، هتديني 30,400 جنيه. انت مش قلت 30 بس؟ ليه 30 و400؟ هضيف لك حساب الاكل اللي كلته، معلش الحق حق.